السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان الفلسفة والأخلاق البيئية. لو خدنا في الأول كده تمهيد للفلسفة التطبيقية، هنلاقي إن الفلسفة التطبيقية بتضرب بجذورها في عمق التاريخ الفلسفي. بيعتقد البعض إن هي ما بتناقش موضوعات فلسفية، وبتعتبر أو بتعبر الأخلاق التطبيقية عن حالة تطور المجتمع الحديث، فهي ليست مجرد تطبيق للأخلاق النظرية. بتتميز الأخلاق التطبيقية عن الأخلاق النظرية إنها بتتعلق بالسلوك وليست مجرد أفكار نظرية. كمان هي بترتبط بالأخلاق النظرية لأن السلوك الأخلاقي بيتضمن حكما أخلاقيا بالضرورة. طب لو خدنا في الأول كده يعني إيه مفهوم فلسفة البيئة، هنلاقي إن عندي فلسفة البيئة هي فرع جديد من الفلسفة بيدرس ما ينبغي أن يكون عليه تعامل الإنسان مع البيئة. والفلسفة البيئية هنا تعتبر من أهم الفروع الفلسفة التطبيقية في عصرنا الحالي. ليه؟ لأن الفرع ده بيهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها، وإن سبب المشكلات دي هو التقدم التكنولوجي والعلم اللي يهدد البيئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. طب كان إيه دور العلماء والمفكرين لما شافوا الأخطار والتهديدات دي للبيئة؟ قدموا 3 مقترحات أو قدموا أو عملوا اللي عليهم، اللي هم قدموا 3 حاجات أساسية عندنا، اللي هو إيه؟ أول حاجة عندنا اللي هو إقامة التوازن بين رغبة الإنسان في السيطرة على البيئة والحفاظ عليها. مثال على كده مثلا زي استخدام الصيادين الشباك الواسعة في الصيد للحفاظ على الأسماك الصغيرة. تاني حاجة ضرورة احترام البيئة الطبيعية وما فيها من كائنات ونباتات وحيوانات، زي بالظبط كده إصدار تشريعات بتحرم صيد الحيوانات بالغابات. تالت حاجة عندي ضرورة احترام حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، زي مثلا عندنا إغلاق الملك فاروق لمنجم السكري للذهب باعتباره ده حق من حقوق الأجيال القادمة. طيب لو احنا جينا هنا نشوف ايه الفرق او معنى البيئة ده، ايه الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للبيئة؟ هنلاقي ان عندنا المعنى اللغوي للبيئة هي المكان او المنزل اللي بينزل به الكائن الحي ويتخذ منه مكانا، فهي تعتبر ما يحيط بالكائن الحي، فأصل اشتقاق كلمة بيئة من تبوأ. أما المعنى الاصطلاحي هي الطبيعة المادية والبيولوجية والجغرافية وكل ما يشمل التفاعل الحضاري والثقافي التي تعد البيئة جزءا منه. طب لو حاولنا نبسط الموضوع ده بطريقة بسيطة، هنلاقي إن البيئة اللغوية بتشير للمنزل والمكان اللي بيعيش فيه الإنسان، يعني الحيز الجغرافي. أما البيئة اصطلاحيا فهي بتشير لكوكتيل الظواهر الطبيعية والأخلاقية والمناخية والاجتماعية والفكرية والثقافية، عشان نعرف نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.